مساء الفل. الفيديو اللي فات عملنا كوليكشن رام وطلعنا اللوحة الخضراء، بس كنا بننسخ الاي دي يدوي من كل ريكوست والتاني. النهاردة هنتعلم الديناميك فاليبل، ودي التراكة اللي بتخلي البوست مان يفكر لوحده وياخد اي دي من البوست ويبعته لباقي الريكوست. كل ده اوتوماتيكي، اوتوميشن. ده قمة الاحتراف اللي الشركة بتدور عليه. يلا بينا نتعلم النهاردة ازاي نخلي بوست مان يفكر لوحده وياخد اي دي من البوست ويبعته لباقي الريكوست. كل ده اوتوميشن. بكل بساطة احنا هنكتب عادي البادي في البوست، لكن الحاجة اللي هنزودها هتبقى في السكريبت. احنا اتفقنا على الكود ده وتمام وبنجيبه من هنا، وده عشان نتأكد ده الكود الجديد. تمام، هنا بنكتب الكود اللي بياخد الاي دي من الريسبونس وبيسجله في مخزن اسمه product ID اللي هنحطه في اليو ار ال بتاع الجيت والبوت والديليت. طيب انت في البداية اول ما هتعمله هيكون مش متفعل. بفعله ازاي؟ باجي هنا في البيئة بتاعتي في الانفايرومنت، كنت مسميه اي حاجة وبسجله هنا. طبعا هو كان فاضي، لكن مجرد ما انا بعمل send هو بياخده من هنا يخزنه ويروح عند الجيت ويعمل له هنا save. يعني دلوقتي بدل ما نكتب الرقم بإيدنا في آخر URL هنكتب بس المتغير اللي هو الفاليبل بين قوسين. بوست مان هيفهم لوحده ان هو يشيل القوسين ويحط الرقم اللي عملنا له سيف في الجيت والبوت والديليت. اغير معاكم حاجة بسيطة هنا في البوست. تمام، نعمل رن للكولكشن كله زي ما اتفقنا. رن. شايفين مجرد ما دوست رن بوست مان جايب الاي دي من البوست وبعته لكل الريكوست كله ورا بعضه اوتوميشن، وكله بقى لوحة خضراء من غير ملمس الكيبورد. كل ده بمرة واحدة. الQA الشاطر هو اللي يعرف يستخدم ادواته صح عشان يوفر وقته. زي ما شفت الQA الشاطر هو اللي بيعرف يستخدم ادواته صح عشان يوفر وقته ويختبر الفلو كامل. جربوا التركة دي وقولولي في الكومنتات لو واجهتكوا اي مشكلة. متنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. سلام.